وسيطر على المبدعين وملك عليهم قلوبهم وعقولهم، فسال الشعر يفيض على ألسنتهم كالشلال الهادر. ولا يفوتنا في هذه المناسبة السعيدة أن نستمع إلى قصيدة ماجد الشيخ يلقيها علينا طارق الصبحي. ذكرى الكريم والكلام ومبداي، الخالق العالم بسري ونجواي، من فضله حروفي تسخر لمعناي، والقافي عزه من مواقف مباني. اليوم عيد بعد عيد رمضاني، يوم الوطن نستقبله بالتهاني، نسعد بساعاته ونفرح بطاري. هذا وطننا عزنا تحت ظله، دار لها الإسلام شرع ومله، واللي نواه بشر ربي خايب وخابت قبل فعله مساعي. دار حوت مكة وفيها المدينة، أقدس بقاع الأرض دره ثمينة، آلمني فيها والرخاء والسكينة، فضل من المولى لمن شاء يؤتي. والليالي خطيرة، والناس عاشوا في مآسي كثيرة، لين اعتزت بالشهم صقر الجزيرة، السيف الأملح في نحر من يعادي. الهنادي فوق ظهر العبية، ثم انتهض من دون نجد العدية، واستبشرت بالخير ساعة مجية، لبى نداها يوم كانت تنادي. ضم الرياض حث هجله وخيله، ثم اتجه يم القصيم ونخيله، فوقه من خيار المخايل مخيله، تمطر عليه من السعد لين تروي. ومن بعدها راح الحسى ثم دخلها، وبسط نفوذه في نواحي سهلها، ما تجهله هو بعد ما جهلها، حيا بها بالعدل وامس التحيم. جنات جنوده واتجه يم حايل، حاصر دراها عام والشك زايل، لين انثنت له طوع كل القبايل، وكرامها الها والكرم من مبادئ. وعلى عسير ارسل جيوش وسندها، فيصل عريب الجد حلحل عقدها، في معركة ما ينحصي من شهدها، ثم انتصر والنصر من عند واليه. وفتح الحجاز بيوم ما هو بمجحود، يوم الرغامة يوم بالعز مشهود، لاحت ذروق النصر ثم دنت رعود، وامسى الحجاز بخير في يد المغلي. وجات الوفود وباعت
خير عنوان، بالسمع والطاعة حكمه رضوا فيه. ثم اعتنتنا الحق رايات واعلام، وللسعود بعدلنا الدار حكام، دستورهم قرآن والدين الإسلام، خدام بيت الله تعزه وتغليم. واليوم للدولة نجدد ولانا، في ظل ابو متعب وربي عطانا، حبه وحبه جاري في دمانا، حامي علينا الدار بالروح نفديه. واختامها اعداد ما اللي همال، صلوا على المختار محمود الافعال، شفيع الامه يوم تشتد الاهوال، يوم يشيب الراس من هول ما فيه. سلامتك. تكرم حبيبي. لا أحد يفكر أن حب الوطن يتسلل إلى القلوب كما يتسلل الحب إلى القلوب الخالية، أو كما يتسلل النوم إلى الجفون المنهكة. فإذا كان وطنا بحجم ومنزلة وطننا، فهو حب آخر سرى في القلوب وتحول إلى طاقة صنعت رجالا أخلصوا لوطنهم وتجشموا السلام من أجل رفعته وريادته. وهنا بلدية خليص التي ما فتئت تعمل على إبراز الوجه الحضاري، الجزء الغالي من وطننا الكبير. سعادة الدكتور عبد المنعم حسن الشيخ يتحدث باسم بلدية خليص في هذه المناسبة الغالية. بسم الله، الصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعادة محافظ خليص، أصحاب السعادة، رؤساء ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، السادة الشيوخ وأعيان القبائل، السادة أصحاب المؤسسات الأهلية، الضيوف الكرام، الأعزاء الحضور من أهالي المحافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بالزمان والمكان والحضور والمناسبة وإلقاء هذه الكلمة بين يديكم، إذ نعيش اليوم في سعادة وسرور وأمن منشور في وطن مبارك أكرمه الله عز وجل بدولة حكيمة تستمد قواعد سياستها من شرع ربها، ومواطنين صالحين قد علموا ما يجب عليهم فأوفوا وما بخسوا، فثبت الله أوتاده وشد أضنابه. فكان وطنا رحبا آمنا، خيراته كثيرة وعطاءاته وفيرة، له منا الحب والتقدير والدفاع والتضحية وبذل الغالي والنفيس. نحن حربا لأعدائه، سلاما لأوليائه، أيدينا مرفوعة دوما بالدعاء له بالمجد والعلياء، وقلوبنا متيمة به حبا وولاء. ولدنا فوق أرضه شرفاء، وترعرعنا تحت سمائه نجباء، فما مثل المواطن السعودي عزة وكرامة، نخوة وشجاعة، تقدما وعلما وحضارة، ومؤازرة للاستقرار، ورفضا للفوضى، فلله الحمد والمنة.
وبهذه المناسبة العزيزة الغالية ذكرى اليوم الوطني أرفع أسمى آيات التهاني لمقام صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين ملك القلوب والإنسانية، الملك الكريم الصادق المحبوب المحب المتواضع، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز، ولجميع الأسرة المالكة المباركة، وللشعب السعودي النبيل أرفع التهاني أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي بلدية خليص، رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وكافة منسوبي البلدية، مؤكدين لولاة أمرنا ولاءنا وتقديرنا لما يقدم من أجل إسعادنا، باذلين كل ما نملك تحت تصرفهم فداء لوطننا الغالي. أيها الإخوة، اسمحوا لي بشيء من التذكير. إن من مقومات المواطنة الصالحة التي تحقق الانتماء الصالح والارتباط الظاهر لزوم جماعة المسلمين، وهذا الأمر من سمات أهل الحق ومن مقاصد الشرع، وما يرى من خلل في المجتمعات إنما هو بسبب فقده. ثم بذل الحقوق الواجبة لولاة الأمر، ويتمثل ذلك في إعطائهم حقهم من السمع والطاعة والتقدير والإجلال والترابط والتعاون على مصالح الدين والدنيا. وبمثل هذا سادت الدول وارتفعت المجتمعات في القديم والحاضر. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: عمل المتطوعين في كل بلد ضد الفساد مع رجال الأمن يعتبر من الجهاد في سبيل الله، وهو من الرباط في سبيل الله. ولمزيد من الثقافة الشرعية في حب الوطن أنصح بقراءة كتاب مقومات حب الوطن في تعاليم الإسلام للشيخ سليمان أبو الخيل. أخواني، الحديث بين يديكم شائق، والمناسبة تؤجج المشاعر، وللوقت حكمة، فادعوا من الأعماق رب العزة والجلال أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء، وأن يديم عزنا وأمننا، والحمد لله أولا وآخر، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.